بيروت. بيروت. بينما كان العمال يقومون بعمل بعض الحفريات بالقرب من زقاق البلاط، إذ وجد بعضهم شيئا أثار الدهشة والعجب. ترى ماذا وجدوا؟ هل وجدوا الحب؟ هل عثروا على الفلوس؟ إنه الحب والفلوس. أنا الزحلاوي ابن منير الزحلاوي ابن الزحلاوي الزحلاوي، وأنا مثل جدي رجل صالح مزواج، تزوجت كثيرا من جميع البلاد وخصوصا القاهرة ونسائها الحلوة. أقر وأعترف وأنا في كامل قواي العقلية أن هذه الوصية كتبت وحررت بخط يدي أمام أعين السيد الشبكشي، وهو الموثق الرسمي في 13 آب سنة 1831 ميلادية، وأن من يرث هذا الكنز يجب أن يكون من سلالتي، ومنهم من عاش في لبنان ومنهم من استوطن في القاهرة طويلا وعاد إلى بلاده. اللي قدامي بيقول انه عائلة الزحلاوي لم تنقطع ذريتها، فما زال منها 3 أحياء على الأقل، وقد كانت بيوم من الأيام من أكبر العائلات في بيروت، وكادت تنقرض تماما، غير أن الأحياء ال3 الذين تمكنت السلطات من معرفتهم لم نستطع نتعرف إلا على 2 فقط، عادل وأمينة. أما عادل يملك مصنعا للنسيج، يبدو مهذبا رقيقا، ولكنه حسب التقارير ذئبا مفترسا يريد كل شيء، يدوس على نفسه وعلى القيم،
وهو متزوج من سيدة رقيقة صغيرة. الوريث رقم 2. طاهر، واخرتها معاك يا طاهر. ما تبعدوا عننا بقى. وانا ذنبي ايه؟ لو قلت انك من العيلة هفرغ في قلبك 6 رصاصات. لو الرصاص جه في قلبي مش انا اللي هموت، اللي هيموت انت. ازاي؟ لانك ساكن في قلبي. والنبي خفة كاسك بقى على الكلمة دي. قولي يا اختي قولي، ساعة ما بشوفك جنبي. ما اقدرش اداري يا طاهر. وماله يا اختي، داري بس وملكيش دعوة. وداري ليه؟ داري على شمعتك تقيد. الحب سر من الاسرار. الناس تقول عليك ايه؟ بتحبي واد تلميذ مفيش في جيبه ليرة؟ يا شيخ عقلي دور عليه تلقاه. هو ايه؟ حبوب غني معاه مصاري فلوس، انما انا في سلوس. انا بحبك انت يا طاهر. هي اسطوانة. خد بايدي، خلصني من اللي انا فيه. عايزه اتوب، وريني طريق التوبه. طريق التوبة اهو يا اختي، على ايدك اليمين وانت ماشية سعيدة. إن الورثة لن يأخذوا ميراثهم إلا بوجود الوارث المباشر ومنفذ الوصية، وهو من الفرع الأول للعائلة. إن الموضوع ازداد غموضا يا سادة. إحنا لقينا الورثة، لكن مين بقى اللي ينتسب للفرع الأصلي؟ إنه شخص مجهول ما نعرفش اسمه، ولكن ثابت من التقرير الموضوع إنه في شخص رابع لابد من معرفة شخصيته واكتشاف اسمه. لابد من عمل المزيد من التحريات، ولغاية ما ربنا يوفقنا نجتمع بالوفد. مليون ليرة. مليون ليرة. مليون ليرة. أحلى كتب، أحلى مدرسة. مليون ليرة. مليون ليرة. مليون ليرة. مليون ليرة.
طول عمري اقول لك اني من عيلة عريقة، اصل وفصل وفلوس. 1,000,000 ليرة. انا صاحب 1,000,000 ليرة. كل المصانع هتقفل، هقفلها. ما يفضلش غيري انا وحدي وبس. لن يستطيع احدا ان يرث ليرة واحدة ايه؟ إلا إذا تم العثور على منفذ الوصية والوارث الأول، وهو من صلب سلالة الزحلاوي. ثم إن تقارير البوليس تؤكد وجود هذا الإنسان الذي يحمل اسم العائلة، ولكن لم يتم العثور عليه. هو فين؟ يا ترى أنت فين يا منفذ الوصية؟ عايش ولا ميت؟ عايش واسمه شوشو الزحلاوي. يا ترى هو فين؟ اظهر وبان وعليك الأمان يا سي شوشو. وين الليرتين اللي عليك؟ والله ما معي. شو هيدا ما معك؟ هلا بدي اياهم. يا سيد سعد تعبوا ترى. عم بقول لك هلا بدي اياهم يا الا باوثق وبحسب الله ما خلقك. لا بتعملها. ليه حشوف؟ هات شو عم تودعوا؟ ولي اعلان. روح منشر. طيبة سهل عالم الزين. علي حمدو نفر واحد لا تشعر بعض. شو هيدي امريكاني يا ولد؟ تاكسي خلي عني تفضل يا ستر. ميرسي باركو. مع السلامة موفقة. الله يحميكي. وقفوا ليه وقف يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. 100 ليرة يا ساتر استر يا كنت مديون لعم سعد على ليرتين، فساعتها ما كان معي ليرتين فأخذ البالطو. أيوة حالا. طيب حاضر.
سبيل؟ الزبال اللي مثلك بفوت من ورا. زبالة بعينها تولي عليك بلا ستر. قليل الادب، انت عارف انا مين؟ لا. انا ابو عبد البيروتة. وقف قال لك وقف. ايه ده؟ ما تفتح يا اخي. اف. شو هذا يا القطيعة تقطعي؟ شو هذا ما في تنزاق بالمرة؟ شو هالعالم لا لا زيلا با با با. يا استاذ يا استاذ، ده مكان محترم وغالي. وانا كمان محترم وغالي. روحوا انتوا روحوا. اديني بطحة عرق ومزات وسجق بالزبدة وتستلتة اكسترا. الحساب 100 ليرة. وين راحت؟ لح شو هالشغلة؟ لك وين راحت؟ يا عين صبي كذا. لا حول. الحمد لله. طاريرا لا 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 لا. لك تركنا شأن حرامي؟ لا زور.
100 ليرة مزورة. مزورة شو عم تحكي؟ لا يا شيخ، مش انت اللي مزورها؟ لا والله. وتقول لا يا حرام يا رش. والله ما انا، والله ما انا، ولك ما انا اتركوا. اعترف احسن لك، مين افراد العصابة؟ صدقنا وحياة عبور. راح تعترف؟ ايوه. قول. شو بدي اقول؟ ايه شلت شنطين لوحدة ست عجوز، ما حلوة والله ما حلوة، ادتني بقشيش. هيدا اعتراف؟ تعطيك 100 ليرة لانك شلت شنطتين؟ ايه وكمان ناديت التاكسي. هيك لكن هيدا الحياة. يعني ما في فايدة، حطوه في الحبس لحتى يعترف. انا بين الخطبان يا للهول. على العموم عندها تموين على اسبوع. تأكيد سيدنا، في خلال ساعات رح يكون اعترف. حاضر. اعمل معروف يا حضرة الضابط. شو بتريدي؟ شو منين بتعرفيه؟ من نبع الصفا، بلديات. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. هو فين؟ في الحفظ والصون. شو اسمك؟ لولو. عاشت الاسامي يا ست لولو، على هيك انتم من بلد واحد. وانا عندي 10 سنين. كنا بنلعب سوا عند النبي. عظيم عظيم، بس كيف جيتي لغاية هون لحالك؟ وردة قالت لي. وردة؟ ايوه. وردة ومين كمان؟ قولي لي على اسمائهم كلهم. اسماء مين؟ افراد العصابة. عصابة؟ شو وردة وحضرتك ومين كمان؟ مش فاهمة. رح تستهبلي مثل زميلك شوشو انسان. انسان؟ طبعا انسان ما شافش عطف ولا حب في حياته. ارجوك عاوزة اشوفه. يعني حكاية التزوير هيدي. شوشو ما يعرفش يزور نملة. ده مظلوم. انسان بيلقط رزقه من كل حتة. انسان على باب الله ينتظر حسنة من اللي زيك، من الناس الطيبين. شوشو محتاج للحب والعطف والإنسانية. خلوه يخرج واعملوا معروف. ده ملوش حد هنا في بيروت. بريء يا عالم، بريء يا ناس، بريء يا هو. مين؟ لولو. ما تخافش يا شوشو، أنا متأكدة إنك بريء ومظلوم، ومش ممكن أبدا إنك تزور. أزور؟ ده معقول؟ طبعا مش معقول، وما تخافش من حاجة أبدا. من فضلك يا آنسة. أرجوك ومحدش يأذيه. نحن هون ما بنأذي، العدالة لازم تاخد مجراها. عن إذنك. مش معقول. قلت لي اسمك شوشو؟ نعم. شوشو ايه؟ شوشو على الدين الزحلاوة، وهيدا هويتي. اظن الهوية مزورة. انا عمري ما عرفت التزوير، انا ابن حلال. انت شوشو علاء الدين الزحلاوي؟ نعم، ما هضمنا القتل من اولة. نعم. سلم علي. مرة ثانية. هدي اعصابك، تفضل معي، تفضل. لوين؟ عبيد كاتب العدل عبد الشكور. انت اصبحت يا استاذ شوشو من اغنى اغنياء بيروت. شو عم بتقول؟ انت وريث الزحلاوي الكبير. 1,000,000 ليرة يا شوشو. الثروة هيدي كلها تحت امرك. حسبا. اسمعها منيح، الجرايد كلها بتدور عليك، عيلتك بتدور عليك، الفلوس بتدور عليك. 1,000,000 ليرة تحت امرك. شو عم تحكي؟ 1,000,000 ليرة؟ ايوه. 1,000,000 ليرة. 1,000,000 ليرة. علي حمدون صوفر نفر واحد راكب واحد علي. ولذلك فقد تجمد الموقف حتى العثور عليك لتقوم بنفسك بتوزيع الثروة. أنا؟ هي آخر حمل بقى، حرام عليك، عمال أفهمك من الصبح وحضرتك مش عاوز تفهم ليه؟ هبفهم. شو بدي أفهم؟ أنت قول. سعادتك من سلالة الزحلاوي؟ زحلاوة مين؟ بالتأكيد زحلاوة تاني ولي علاج. يا أستاذ صدق بقى، حرام عليك، أنت صعب قوي. أنا عشت طول عمري وحيد، لا أب ولا أم، لا فرير ولا سستر. كل اللي ورثته من الدنيا الفقر اللي أنا عايش فيه. أنا والفقر أصحاب حبايب، إحنا الاتنين توائم.
اعمل ايه عشان تصدق؟ خد ادي شيك اهو ب3000 ليرة تجيب ملابس لغاية ما يتم صرف المستحقات. 3000 شهيد. اتفضل. 3000 ليرة علي حمدون صوفر. وادي عنوان ولاد عمك. ولاد عمي يعني انا من الناس بشر والي قرايب. الي قرايب ونسايب. انا من عيلة وما بعرف. بكرة الاجتماع عندي. وادي عنوان عادل بيه ابن عمك. عادل بيه ابن عمي. يا سلام. ارجوك تروح تتعرف عليه دلوقتي، دول جماعة متشوقين يشوفوك. متشوقين؟ عيلتي قرايبي نفر واحد. علي حمدون. يا سلام. سعيد عدول. شعل الأبهات. انت نورت الفيلا، نورت القصر. اهلا. احنا متاسفين يا شوشو بيه جدا جدا على اللي حصل. سوء تفاهم بسيطة، أرجو ما يكونش أثر بنفسية سعادتك. أيوة. يا ابني وامسحها فيا أنا. معلش يا أنكل، خدامين كده ما بيفهموش. ايوه يا بيه. اتفضل يا بيه هنا. لا اتفضل مقامك هنا. لا متهيألي هنا أحسن. تشرب كوفي ولا تي؟ ويسكي ولا بيرة؟ لا ينسون. يا جماعة حلوا عنه بقى، هتموتوه. ده ابن عمي حبيبي. حرام. اهلا. ايه والله قتلتوني. انت مين وليه؟ انا عادل ابن عمك صاحب مصنع نسيج. الشنطة. اهلا. وانا زيزي مراته أمينة أم طاهر ونورة. عيلتي قرايبي انا بقالي عيلة. عمابي يا عمابي يا خدود الحليوة عمابي. والله انا كنت طول عمري مشتاق لرؤياك واقول فين شوشو. الله، ده ابن عمي يا ناس. مظبوط يا شوشو بيه، جوزي كان بيصعب عليا خالص. كان بيقضي الليالي سهران ما ينامش. ايوه. ويقول لي بقى يا عيني احنا عايشين مرتاحين وشوشو بيه عايش تعبان مسكين يا جوزي. ايه والله مسكين غيره دجالين. ما تتصورش يا ابن عمي قد ايه تعبنا واحنا بندور عليك. لفينا الكرة الأرضية ما خليناش. أمريكا، فرنسا، إيطاليا، الكونغو. كان بيقول لي يا ماما فين ابن عمي شوشو، احنا لازم نلف عليه العالم كله، نسأل عليه في استريوهات. استريوهات انت كمان؟ ده وش استريوهات؟ معلش لسه صغيرة. لسه صغيرة. شوف ازاي كلنا فرحانين بوجودك يا شوشو بيه. انتوا الشرف. شغل محتاجين اكتر. خاطري خاطري عينيا يا قرايبي. فالصعلوك التافه الحقير ده يتحكم في اموالنا. خليك نايم معاه احسن باين عليه ميه من تحت تبن. مسكين يا ماما شوشو بيك، ظاهر عليه ما كانش بياكل. بكره ياكل مال النبي، الثروه في ايده والكل عبيده. ده تعبان حنش ثعلب. هيروح مني فين؟ هو شوشو ابن عمي بيشتغل ايه؟ عتيل، قصدي اشغال اعمال كتيرة. لا العمل الاساسي اعمال حرة. علي حمدون صوفر. في الحقيقة يا ابن عمي انا حمدت ربنا اني لقيتك لاني كنت في ازمة نفسية. انما دلوقت ردت الروح. الحظ ابتدى يبتسم، ده انت الخير والبركة. عن اذنك.
تعرف لما استلم ميراثي منك يا ابن عمي هعمل ايه؟ هقضي على اي منافس ليا في السوق. هحتكر السوق لمصلحة مصنعي انا وبس. هتبقى الاسعار في ايدي زي الشطرنج، ارفعها وانزلها. يا لطيف، انا حر. انت فرحان بالفلوس لحتى تقف احوال الناس؟ علشان ابقى انا الملك، ملك السوق. لا والله سهم. تسمح لي بكلمة على انفرادي يا شوشو بيه؟ يس. شو هيدا ولا شو هالاحتيال يا لطيف؟ شوشو بيه، انا سعيد جدا، مش عارف ازاي اوصف سعادتي بوجودك. لو اني مني مفتاح الكنز من زمان كنت عرفت مني، حتى لو كنت اخوك كنت ما احترمتني. الدنيا هيك. مفيش حاجة بتعمل للبني ادم قيمة غير الفلوس. ليه؟ الفلوس دي ياما ذلتني، ياما هزقتني قدام زمايلي في الكلية. ليش؟ كانوا اغنياء وانا فقير. الناس درجات، وليه ما كنش زيهم؟ كل واحد على قد لحافه بمد اجري. لحافي كان قصير، ما كانش مغطيني، كان لحاف فوق الركبة. قصر اجري. وعشان كده بمجرد ما اخد نصيبي هطير زي العصفور اللي كان محبوس وعوض الحرمان اللي انا عايش فيه. كام سنة ضاعوا من عمري وانا عايش فقير. هو انت بس اللي عايش فقير، في كتير غيرك فقراء. يا ريت تفكر كيف تسعدهم بفلوسها. ومين كان عنده فلوس وحاول يساعدني؟ المهم انت يلي تبتدي. ليه؟ عشان ايه؟ يا رب سامحه. بقول لسيادتك ايه يا شوشو بيه؟ نعم. بكره ان شاء الله الساعة كام هنكون عند الموثق عشان توزيع الميراث؟ انت مستعجل؟ ما تتصورش قد ايه. انا عم اقول نطول بالنا شوي. عشان ايه؟ انا من رأيي بصفة المنفذ ان نكون حاطين في تنفيذ الوصية وعطيتهم مهلة للتفكير في المشاريع البناءة. ايه الكلام ده؟ انت عليك تنفيذ الوصية وبس. يا استاذ شوشو، الميراث لازم يتوزع بكره. الفلوس حتكون مصدر تعب الكون. شأنك ايه، تعب ولا راحة؟ بكره يعني بكره. انا مستعجله اهو. واحدا يشترط علي هو انا المنفذ. منفذ؟ فلوسنا ولازم نستلمها في الوقت اللي احنا عايزينه. بكره يعني بكره. بكره من ناحيتي انا هلا رايح. ايه؟ رايح فين؟ انام. ما تتحركش من هنا قبل ما نتفق. عاوز انام. لو حاولت تقف في طريقي هقتلك. انام. على فين يا شوشو بيه؟ انام. طب اتفضل فوق. انام. اتفضل فوق، اوضة نوم الضيوف، اوضة الويكندز. انا طول عمري بحب نام على الارض. على الارض؟ لكن ما يصحش، لازم ترتاح. هيدا راحتي، النوم بين الزهور والورد. مني للسما، انا متعود على منظر السما بخاطري. ايه يا زيزي؟ هو شوشو راح فين؟ مش راضي ينام فوق، عاوز ينام في الجنينة. الراجل ده مجنون وهيضيعنا. اسمعوا، احنا من دلوقتي نحط ايدينا في ايدين بعض ونتحد، ومن بكره عند الموثق ونتصرف. من غير اشرافه ولا ليرة. يبقى ايه العمل؟ سيبوا المسألة دي عليا، انا هتصرف. شو حتعمل يا طاهر؟ لو قتلتنا شو حتستفيد؟ مين حيفتح لك الكنز؟ لو انا ما تعضى عجل شي، روح نام والصبح حنروح عن كتب العدل وكل واحد بياخد حقه. وعد. لو اني عارف ان الفلوس حتروح منكم في شوش، لا حتستفيدوا ولا حتفيدوا. مع السلامة. يا سلام على الفلوس.
وردي وردي. Good morning. Good afternoon. ايه ده يا شوشو بيه؟ نعم. اتأخرت جدا. عارف. اهلا وسهلا، اتفضل استريح. اتفضل يا شوشو بيه. هل انا تأخرت شيء يا عبد الشطور افندي؟ ابدا، جيت في ميعادك بالثانية. تيل نوفيل. وات نيوز؟ شو الاخبار؟ وحشتنا يا انكل شوشو. بدون ازعاج يا شوشو بيه، نفيد سيادتك انه ظهر في الافق وريثة رابعة. لازم رابعة العدوية. اسمها نعمة الترجمان الزحلاوي. اولا ده ما يأثرش ابدا في اننا ننتهي من توزيع التركة كأنها موجودة. انا واثق انها مش موجودة، واثق جدا جدا. ايه والله كلك ثقة. متشكر يا شوشو بيه. بالبحث والتحري ثبت لنا انها على قيد الحياة، وقد اختفت من فترة وجيزة. لازم ندور عليه، ما هي بنت عمي. يعني نعطل توزيع التركة؟ انا من رأيي توزيع التركة ونحتفظ بنصيبها، ده لو وافق شوشو بيه. وزع التركة يا عبد الشطور افندي، وانا المسؤول عن نعمة. لازم نلاقيها، لازم تاخد نصيبها من التركة حتى لو كانت في بلاد الواقع. خلاص، شوفوا لي بقى حاجة تحت الحساب. الله، ساكتين ليه؟ فلوس، مصاري، وجعتوا مصاريني. خد هاي ليرة.
انا ورثت 1,000,000 ليرة، مش عارف هعمل بيهم ايه. حد عايز يستلف؟ اللي عايز نسلفه يبقى يفوت عليا. باي باي. قول لنا يا ابني هابي بيرث داي تو إلهام، النهارده عيد ميلادها. وفر فلوسك يا طاهر، الحظ بيخبط على الباب مرة واحدة. اوعظي يا اختي اوعظي، انت مالك انت؟ شاهدين يا جماعة، عايزة تبوظ عيد ميلادي، عايزة تسرق طاهر مني. يا بنتي يا ساذجة، أنا اللي عايزة أسرقه يا حرامية. أنا حرامية يا 60 حرامية، يا فتلة دايبة يا إبرة مصدية جنب الحيط مرمية، يا عصاية على فندي. نعم نعم عصاية على فندي، يا نقول الغفير يا عرق ملوخية من غير تقلية. طب إذا كنت شاطرة انزليلي انزليلي يا بنت عليا. خدي الله. خدي من الباب. الله هنتفرج. ايوه ايوه، إلهام شدت شعر نعمة، نعمة شدت شعر إلهام، إلهام طلعت قرعة. 2-1. ايدك. واللي خدتهم امبارح اتصرفوا. لحقت من امبارح للنهارده تصرف 2000 ليرة. مش كفايه لسه مقعدانا في الجراج ده زي ما احنا؟ ده انت مش هين عليك تغيري العفش. طلعينا يا شيخ على وش الدنيا، نسكن على الروشه مثلا في الحزميه. ايدك على 2000 ليرة مرة واحدة؟ امال بالتقسيط. بطلوا خناق بقى، الفلوس جت عشان تسعدنا مش عشان تتعسنا. اخوكي بيقل ادبه عليا. طب اديني 1000 ليرة بالادب، انا ليا حق في الورث زيك. يعني الله لا يقدر لو انت كنت مش موجودة ميتة، يعني مش كنت انا اللي ورثت الفلوس كلها؟ عيب يا طاهر، ما تقولش كده لماما. الكتمة انت يا بت، خليكي مع الازعر بتاعك. عدنان بيحبني وبيخاف عليا وهيتجوزني. ها، ارب شنبي وابقى احلقه لو اتجوزك. بس بقى يا ولد، ما تقوليش ولد، لازم تحترميني. انا امك، ما بقتش تحترمني ليه؟ الفلوس هي السبب. انت بقيت في نظرنا صندوق مليان ذهب، صندوق خشب ملوش احساس، نفتح غطاه لو عصلك معانا نكسره. عندنا حق، ما احنا طول عمرنا محرومين. بصي لشكلك والنبي، تعالي بصي. ما تبصي، ده شكل واحدة عندها فلوس. البلد مليانة محلات بتبيع فساتين، وكوافيرات بيصبغوا الشعر، ودكاترة يشدوا الجلد يخلوكي شباب. اصحي فوقي عيشي،
ولا عايزاهم يقولوا عليكي وش فقر؟ لا لا ومليون لا. لا ومليون ليرة. ايدك ايدك. هاتي. احب اسمع كلامك الحلو. ولما برقص تكرهني؟ يوه على رأسك. لما بترقصي قلبي بيتهز معاكي شمال ويمين. هزي كده هزي. اهز؟ بعينك. بتتخالي يا بخيلة. انا مش بخيلة، انا كريمة. اسمع لما واحدة اتنين. يا سلام،
الخمرة حلوة قوي. خسرت كتير؟ مش قوي. كام؟ كل الفلوس اللي معايا. ولا يهمك، بكرة تعوضي. اعوض ازاي وانا لسه بتعلم؟ في صحتكم. من يوم ما ورث وانا مش عارفه اتلم عليه، ليل ونهار في المصنع، عاوز يكوش على الدنيا في حالها. نسي بيته، مفيش في مخه غير الفلوس. ازاي يكتر الفلوس اللي عنده؟ ما تضايقش نفسك. انا عايشه معاه في تعاسه. عادل اصبح زي المسروع، عايش علشان الفلوس، ازاي يجمعها في اي طريقه، ولا يهمه غش او خداع. في ناس عمرها ما تشبع، هي الدنيا كده، ناس وناس. ناس بترضى بقليله، وناس بتطمع، وناس تخسر الفلوس، تخسر الشرف، تخسر الحب. النهار طلع علينا. أنا اتعودت على الخسارة، كل يوم 10,000، والنهاردة 20,000. ده لما يكون جبل هيخلص، والظاهر الجبل ابتدى ينتهي. كل شيء له بداية ونهاية. أنا ماليش نهاية. تبقي تخسري. ما أنا خسرت خلاص. خسرت خلاص. خسرت خلاص.
نفسي ليه؟ سيبنا اشوف غيرك. إلهام، أنا ما أقدرش أستغنى عنك. تبقى تتصرف، هاتلي فلوس. انا واحدة عليا التزامات، لازمني مصاريف كتير. أجيب منين؟ يا تجيب لي فلوس يا تسيبنا. وهي فين الفلوس دي؟ ما خلاص راحت كلها. ما أعرفش، أنا عايز فلوس. منين؟ من أي حتة. أنا هفتش البيت، هكسر كل حاجة هنا. لو كسرتي اي حاجة مش هتقدر تعوضها. وأعوض ليه؟ أنا أخرب وأكسر على كيفي، دي فلوسي. كان لازم أنت ونورة تبقوا عايشين. أنا عايز فلوس، إلهام هتضيع مني. إلهام يا جبان؟ جبان ليه؟ عشان بحب؟ ما أنت كمان ليكي مليون حبيب، وبنتك ليها مليون عدنان، والحكاية بقت سلطة. اشمعنى أنا يعني اللي عايزين تاكلوني؟ أنا عايز أفضل غني قدام الناس، مش عايز حد يقول لي يا ابن الخدامة. بتربيني؟ بتعلميني الأدب؟ طب كنت علمي نفسك الأول قبل ما تعلمينا. يا تجيبي فلوس يا موتي. يا سلام، لو تجيبي لي 2000 ليرة كمان كنا نقضي ليلة في منتهى الانسجام. الفلوس بتسعد القلوب، مش كده يا نورة يا حبيبتي؟ كده يا عدنان، من غير الفلوس ما يبقاش للحياة طعم. ما بقاش في رصيد في البنك. وبعدين قلبي يوه
سامحيني يا نورة، أنا السبب، أنا السبب. وانتهت العيلة كلها، الأم والابن والبنت. الفلوس عمت قلوبهم. أما عادل فمصيره هيكون أسود هو كمان، لأنه جشع أناني عايز ياكل لوحده. يا ساتر على الفلوس، يا ساتر من الفلوس. الفلوس 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 يا منجي يا مغيث، خلت الناس هلدبيس والضماير طلطميس، ده هي تلعن دي الفلوس. الفلوس ياما بتعلي خسيس وياما بتوطي حسيس، هي فيها مغناطيس ولا ايه سر الفلوس؟ ناس من العيش والغموس تقطع المليم وتكنس في الفلوس، والنتيجة يموتوا ويعيشوا جاموس. إنما الورثة يوم فتح القدوس يعملوا لهم في القرافة تربة في غاية اللطافة، والكفن لونه بلون ريش الطاووس، وهو ده كل اللي نابهم بالفلوس. والعجيبة ناس بتكسب يا جماعة الجنيه وتفرتكوا في أقربها ساعة، والنتيجة يعيشوا ويموتوا شباعة. إنما الورثة من الغيظ والفجاعة يحدفوهم جوا نقرة، لا فقي ولا حد يقرا. والكفن يمكن زتيبة وتلها سوس. يعملوا له ايه مادام هلك الفلوس؟ مين في الاتنين اكتر في الهبالة، اللي بيصرفوا ولا بقى اللي ما بيصرفوش؟ عندنا يرموني حتى في الزبالة بس ما طلعش من الدنيا فشوش. يخطبوا على تربتي ابن الندالة، ابن 60,000 رفضي ما يسألوش. والدين وانا حي في 100 كمبيالة، واللي سايب الدنيا طز ما يهموش. الفلوس 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 الفلوس
طمنيني، ازاي صحته؟ الحمد لله. يعني مفيش خطر؟ هيعيش؟ ان شاء الله هيعيش. يا خسارة. معلوم ده لسه شباب. صدفة عجيبة قوي ان احنا نتقابل كلنا في مكان واحد. عيلة الزحلاوي ولاد عم. لكن انت ليه رافضة نصيبك من الميراث؟ انا مش عايزة حاجة ابدا من الدنيا غير الصحة ورضا ربنا. ربنا يرضى علينا جميعا. احب نتقابل عشان اقنعك. واستلم الميراث؟ طبعا. انا متنازلة عنه. لمين؟ يمكن من الحكومة. وليه بس؟ لازم اقنعك. مش وقته، عن اذنك. انسها نعمت. افندم، يلزم اي خدمة؟ انا ابن عمي. بتاخد سيجارة؟ ميرسي، ما بشربش. اتعلمي. انا شوشة الزحلاوي، مش انت نعمة الزحلاوي. زحلاوة وزحلاوية تبقى باصرة. لا، مش انا اللي تقصدها، ده تشابه في الاسماء. عن اذنك. عنابي يا عنابي، ارجو ليش بتهربي مني؟ انا مش عايزة الميراث، انا مستغنية عنكم كلكم. عن اذنك، عندي شغل. روقي دمي. اذا كان ممكن نحكي مع بعض شوي في اي مكان تاني لو سمحتي. ما عنديش مانع. طاهر كان اغلى من حياتي ومن فلوس الدنيا كلها. وكنت مقدرة موقفه. صحيح كنت بشتغل شغلانة ما تليقش بمركز العيلة. اي عيلة. شو اللي غيري؟ حاولت كتير اقنعه انه ياخد بايدي وينظفني. ايه؟ لكن ما رضيش. لا. علشان كده صممت انظف نفسي بنفسي. اشتغلت ممرضة. كنت بحس بالسعادة وانا بداوي القلوب الجريحة، وانا قلبي مجروح. نسيت الماضي بتاعي كله. لكن ما قدرتش انسى طاهر. وبعدك بتحبيه؟ مهما عمل هفضل احبه، واللي بيحب مستعد يضحي بحياته عشان اللي بيحبه. نعمت، طاهر انسان محطم، وهلأ محتاج للانسان اللي يوقف حده، وما في غيرك. تفتكر؟ حاولي. علشان خاطر عيوني مش هحاول وبس، هفدي بروحي وبحياتي. قديش كنا يا عيوني نلعب تحت الزيتوني، طمش عينينا ونقول مين من نقفك يا زيتوني. اشوفه بصبا. انا خايفة. واي كمان. قديش كنا يا عيوني نلعب تحت الزيتوني، طمش عينينا ونقول مين من. يا جدع اسكت، بلاش دوشة. أنا مبسوط، أنا فرحان، جايب لك مفاجأة. قديش كنا يا عيوني. وبعدين معاك بقى. ايه يا سيدي المفاجأة؟ سيداتي، مدموزلاتي، مداماتي، سادتي، أقدم لكم مفاجأة الموسم وكل
يا نعمة نجحت. الف مبروك يا طاهر. لا، من النهارده بقى اسمي المهندس طاهر. العمارات والبنايات اللي هتلاقي عليها اسمي هتلاقيها في كل مكان. طاهر طاهر، مفيش غير طاهر. انا اسعد انسان في الدنيا. وانا كمان يا طاهر. خلاص ما بقاش في حاجه ناقصاني ابدا. ولا حاجه؟ ولا حاجه. لا يا طاهر، لحد امتى هتفضل مش حاسس بيا؟ انا بحبك، وطول المده اللي فاتت ما رضيتش افتحك في حاجه، واديك خلاص اتخرجت. يا نعمة انا لسه قدامي المشوار طويل، ومش عايزك تستنيني. اخاف لا يفوتك القطر. استناك طول العمر، انا مستقبلي معاك. في 1000 واحد يتمنى يساعدك. قول بقى انك ما بتحبنيش. غلطانه. فعلا غلطانه، لاني عشت في اوهام وافتكرتك انك بتحبني. نعمة، لو كنت متجوز واحدة غنية مش كانت انقذتني من الورطة اللي انا فيها؟ وانا دخلي ايه؟ هو انا السبب في ورطتك؟ مش مهم عندي تكوني السبب، المهم انك قاعدة تتفرجي عليا. وعاوزني اعمل ايه؟ ولا حاجة، انا حظي تعس. هو انت قبل ما تتجوزني ما كنتش عارف ان انا فقيرة؟ عارف. اعرف كمان انه سبب تعاستك هو طمعك، عاوز تسعد نفسك على حساب الغير. وماله؟ فيها ايه؟ انا النهارده لو اتجوزت واحدة غنية مش هتقف جنبي؟ مش هتنقذني من الورطة اللي انا فيها دي؟ ومستني ايه؟ ما تدورك على واحدة غنية. بس كان عليا انا مش قاعدالك، هسيب لك البيت، لكن تأكد انك هتفلس تاني وهتدور على غيرها. الجشع والطمع عمرهم ما يخلوك قنوع ابدا ابدا. الو. ايوه انا. اهلا استاذ عادل. اهلا بيك يا بنت عمي. انا ما وافقش ابدا على وحدتك دي. الناس تقول ايه؟ اسمعي، انا عازمك على الغدا النهارده علشان هو ده حد للمساله، وشرف الزحلاوي الكبير ما تكسفنيش. أربار. انت الحقيقة يا نعمة هانم 1000 واحد يتمناك. جمال واخلاق، اوعى تفتكري ان كلامي ده مجامله. اسطوانه دارت عليا مليون مره. قول يا اخويا قول. تسمحي لي اقابل طاهر واتفاهم معاه؟ تتفاهم معاه على ايه؟ خلينا هنا في الميه والهواء. يا خسارة. انت عايزه واحد يفهمك وتفهميه، مش كده؟ قول يا اخويا قول 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 قول. كنت اتمنى ان مراتي تكون بالعقلية بتاعتك دي، لكن النصيب. النبي سمباتيك، المدام دي عشرة العمر، لكن انا مواجهة مفيش، ما يهمنيش. مش تحاسب. اخبطيني 8 مرة. شوشو. نعم. تعالى نبني بيت. ابني؟ انا ماني متجوز. لا، هنبني بيت في الرملة. ابني؟ وليش ما بتبني ابني؟ طول عمري كان نفسي يبقى لي بيت، ما احبش ابني بيت في الرمل، لازم يكون الاساس متين. انا ادلك على الاساس المتين. اهلا استاذ رامل. اهلا استاذ شوشو.
يا ساتر استر. نمس ملعون. هو عادل عايز منها ايه؟ اكيد في مؤامرة. يمكن عايز منها سلفة. سلفة؟ هيدا نصاب محتال، ترك مراته وبيجري ورا الفلوس. مسكينة. لو عادل قدر يأثر على قلبها، قولي يا رحمن يا رحيم على طاهر وفلوس الست. طب ما تتصرف، هتعمل ايه؟ انا شوفي قديش كنا يا عيوني نلعب تحت الزيتوني، طمش عينينا ونقول مين من نقفة يا زيتوني. ولا يهمك، طول عمري كده قلبي جامد حديد. اللي شفته في دنيتي خلاني اقول واحدة غير انا تعمل محزنة، انما انا معجبة فيش ما يهمنيش. انت انسان عظيمة عظيمة قوي. من شهر واحد كنت نقطة سودة، اقول لهم بيضوها سودوها اكتر. كنت اسمع الكلام ده واقول معجبة فيش. طبعا ولا يهمك، انت المثل الاعلى للكرامة والشرف. عشان كده لازم تحس انه احنا الاتنين في ضيق، كل واحد مننا في قلبه حاجات كتير عاوز يقولها للتاني. ما تحاوليش تخبي، انا حاسس انك عاوزة تكلميني عن طاهر. فعلا، لكن انت خايفة؟ قصدي مترددة ليه؟ انا ابن عمك. لو ما كنتيش تشتكي لابن عمك، وانا لو ما كنتش احكي سري لبنت عمي، احكي لمين؟ ما عنديش مانع يا عادل، لكن نتقابل بكرة نقضي يوم جميل مع بعض في الجبل. انت محتاجة لجو الجبل عشان اعصابك. اسمعي، انا عندي بيت صغير، ايه رأيك نقضي فيه يوم جميل مع بعض؟ افكر. من غير تفكير. ده امر؟ ده رجع. ولما الناس تشوفنا معجبة مفيش. ما يهمنيش. لازم تخرب بيته. هيدا اللي عم فتر فيه. وناوي تعمل ايه؟ عم فتر. هيها هلا واحرصها والله. مين بيعرف مين بيدري، النتيجة غير الله يغضي. أعوذ بالله من الفلوس، أنا متنازل عنها، مش عايزها. شو بيه ده كلام برضه. أنا بتعمل القوية العقلية، أنا مصمم على التنازل وكل أموالي وحتى لبناء ملجأ للأيتام. على العموم لازم تكتب بخط ايدك تنازل. اكتب بالركعة والنسخ والثلث بشرط تكليف المهندس طاهر الزحلاوي بعملية البناء. اللي تشوفه يا شوشو بيه. اتصل بطاهر واكتب معه عقد، بس ارجوك ما يعرف مين صاحب الفلوس. اكتب اي اسم، خليني انا على الهامش عشان كرامة طاهر. انا هتجنن. يا ساتر استر. ليش؟ اصله مش معقول. ليش؟ ما هي دي حاجة غريبة. ايه اللي مش معقول وحاجة غريبة؟ انت اتكلم قول. انا عايز اعرف مين اللي اختارني عشان انفذ المشروع العظيم ده، ابني ملجأ للايتام يتربوا ويتعلموا فيه. مين الراجل الطيب ده؟ ما بعرف. فلوس مين طيب؟ واحد رجال. مش عايز يقول على اسمه؟ لا. ده يبقى راجل حمار. كلهم بيقولوا هيك. فوت قدامها فوت. على فين؟ نعمت. مالها؟ انت هتيركها هلا بين ايدين واحد حبلف محتال ثعلب لئيم. مين ده؟ عادل. عادل ابن عمي؟ ايه
وقعت بين ايديه ولف عقله. يلا بينا قبل ما الفاس تقع في الراس. انت عارف هما فين دلوقتي؟ طبعا شلتين ورايا. وراك مطرح ما تروح جهنم اروح. يا جدع من هنا. طبعا اهلك عليا. خلاص اتفقنا. ومن هنا ورايح اعتبريني كل حاجة في حياتك، اخوكي، ابوكي، حبيبك. انا خايفة يا عادل. اللي تخافي منه مفيش احسن منه. وطاهر عمل لك ايه طاهر؟ رحتي لي لغاية عنده وبعدين كان الرد ايه؟ ما تفكرنيش. يبقى خلاص ما تفكريش في اللي راح. احنا نحط ايدينا في ايدين بعض ونبتدي حياة جديدة. عمر ما حد قال لي كلمة حنينة زي كلامك. طول عمري اقول فين بنت عم اللي اسمها نعمت. لو كنت عرفت من زمان كنت وقفت جنبك راجل ومليون راجل. دقيقة واحدة اروح اجيب المأذون وارجع بسرعة. موافقة؟ موافقة. هوا. اتفضل يا سيدنا الشيخ، ارتاح هنا. نعمت يا نعمت. ايوه يا عادل جايه. يلا بسرعه اصل المأذون وصل. دقيقه واحده اصلح مكياجي. دقيقه واحده بسرعه عشان عندي طلاق. يا ساتر، فار الله ولا فالك. تستحي والله تستحي. اتمختاري طاري طاري يا عروسة، واتمختار طار 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 يا عريس. نعم. انت مخبيه وشك من ليه؟ مرصوف. ايه؟ اعوذ بالله، رجل يتزوج رجل. تعالى. اي يا ويلي انا ما عندي غيري. نفر واحد على مصر نفر واحد. من قال على الكويت، تونس، الجزائر، المغرب، ليبيا، ابو ظبي.
ألف مبروك يا أحلى عروسين. مع السلامة. وديت الشنط في التاكسي؟ أيوة. برافو عليك. خد دول عشانك. شكرا. 100 ليرة. فين